اصحاب يافع بيزعلوا مننا. اصحاب يافع بيزعلوا مننا ولا يا كحبة؟ اصحاب يافع بيزعلوا مننا. اصحاب يافع يزعلوا منكم ليش؟ اصحاب يافع ما يتشرفوا بكمش، اليمن كامل مش اصحاب يافع، اليمن كامل ما حد يتشرف بكم حتى تكونوا صندل داخل حمام. لازم نحبهم. قاعد تحبيهم مش بس يا هدي يا مطعونة، جعل لك ربي بواحد هكذا منه باسور داخل خراك. بس حلوين، شوفوا بصراحة مفروض والله العظيم انت نجمتهم. ايش فائدة تكون حلو وانت مطعون؟ ايش فائدة الجمال والحلاوة وانت مطعون ريوس؟ ايش الفائدة منها؟ شوفوا يا اهل يافع ايش فيكم علينا حامين. ورجعنا لاصحاب يافع، رجعنا. لا تذكر اصحاب يافع على لسانك، اصحاب يافع رجال. عاد منتج من يافع انا رجال. ادخل الصندل هذا داخل لقفة. وموتوا غيظ، موتوا غيظ. انت الذي طعنك شكله واحد مطعون، طعنك طعنة انتقام، لان طعنة المطعون تجي تعور، وهذا شكله مطعون اجى طعنك طعنة انتقام لما محنك. حبيبتي والله تشرفت فيكي وجمالك وحلاوتك. ايوه كذا صح، انت تتشرف بخدوج وخدوج تتشرف بك، حتى ان انتم شكلكم مناسبين مع بعض وبينكم شبه قوي. وبعدين هذه اللي جنبك هذه المطعونه خديجه، حرام يكون اسمها خديجه باسم زوجة النبي، بس شكله ابوها ما هوش داري انش تطلع مطعونه كذا، ولا ما كان سماها باسم زوجة النبي خديجه، كان سماها سوسو مطعونه. سنعود بعد قليل. عدنا. في ناس يشتوا يعرفوا، يشتوا يفهموا كيف تشتغل الدود داخل واحد، كيف الدود تشتغل وكيف القيقبان الطول، ما مش عارفين. طبعا اللي ما مش عارف كيف الدود تشتغل داخل واحد وكيف القيقبان الطول على الواحد زي ما هذا. شفتوا الدود كيف تشتغل؟ عرفتوا الآن كيف الواحد لما قدوا داخل الدود تنغش كيف يسوي؟ هذا هو عمل الدود. طبعا يا جماعة الخير دودة الرقص تجي ثاني، مش مثل ما دودة الأبنة. دودة الأبنة تجي معاه راس واحد، لكن دودة الرقص تجي معاه راسين، وهكذا تجلس تشتغل داخل الشخص المطعون. لعنة الله على أبو من ربك يا مطعون.